السلام عليكم. معاكم مطبخ وتدابير ام فرح. اليوم خياتي جبت لكم وصفة هايلة بزاف اللي هي وصفة الكحك تاع الغرب. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنجح لكم. شوفوا كيفاش يجي خفيف ويجي بنين بزاف ويجي اطري. شوفوا كيفاش خرج لي. انا نتمنى خياتي تتابعوا الوصفة حتى الاخير باش تنجحوا فيها. ونطلب منكم طلب تاني، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك ان شاء الله وديروا لي جيم اذا عجبتكم الوصفه. ننتقل الان خياتي للمرحله الاولى تاع الوصفه تاعنا. بسم الله. شوفوا هنايا عندي كاس تاع ماء بارد، كاس تاع ماء عادي يعني من الحنفيه، وعندي ملعقه كبيره تاع حبه الحلاوه. شوفوا ملعقه كبيره تاع حبه الحلاوه، ونصف ملعقه كبيره تاع زريعه البسباس. شوفوا خياتي هنايا درت هذاك الكاس تاع الماء في الكاسرونه، وديروا هذوك الزرارع هنا بعد ما كنت شللتهم. ملعقه كبيره نعاود تاع حبه الحلاوه، ونصف ملعقه كبيره تاع زريعه البسباس. ديروهم فوق النار حتى يغلي هذا الاعشاب. نروحوا للمرحله الثانيه. هنا نجيبوا نص كاس ماء دافي. نعاود نص كاس ماء دافي، نديروا معاه ملعقة كبيرة معمرة مليح تاع خمارة الخبز. نعاود نصف كاس ماء دافي، نديرو معاه ملعقة كبيرة معمرة مليح تاع خميرة الحلوى. انا هنا معمرتهاش مليح على بها زدت. ونديرو ملعقة كبيرة تاني تاع سكر، ملعقة كبيرة تاع سكر. ونخلطو مليح هذاك الخليط تاعنا، نذوبو مليح هذيك الخمارة والسكر ونخلوه يتفاعل بجيه. دوك تشوفوا معايا من بعد كيفاش راح يتفاعل هذا الخليط. تبعوه حلوه مليح في هذاك الكاس. لازم الماء يكون دافي، اذا كان الماء سخون بزاف راح الخميره تاعكم تفسد. وما ديرش المفعول تاعها. راني نوصي ونعاود بلي الماء لازم دافي. وهنايا في هاد اللحظه هذيك الكاسرونه تاعي راها تغلي، تكون تغلي. تبعوا معايا مليح. غادي نخلوه خليته هذا بجيه. نروحوا الان لهذيك الكاسرون. انا جبت الباسينه تاعي وجبت كاس وصفايه باش نصفي الخليط تاعي. فهمتوا؟ انا الغايه تاعي شوفوا كيفاش ولت. الغايه تاعي حبيت نستخلص الجو تاع هذيك الاعشاب تاع زريعه البسباس وحبه الحلاوه. انا نبغي الكحك، لكن كي ناكل الكحك ونقعد هكا نغص فيهم ما يعجبنيش. انا ما درتهمش في العجينه، استخلصت الجو تاعهم. شوفوا ما هذا راه مغلي. تبعوا معايا عندي كاس، تبعوا مليح الوصفه. عندي كاس معمر، ونجيب كاس حليب بارد. الحليب هنايا علاه نديروه بارد؟ باش يبرد لي هذاك الكاس تاع الاعشاب اللي راه يغلي، اللي راه حامي. شوفوا هنا كاس حليب بارد. وعندي كاس مشي معمر تاع السكر. انا هنا ما نبغيش الكعك حلو. اذا بغيتي الكعك تاعك حلو ديريه كاس سكر. انا هنا درت كاس مشي معمر. نخلطو مليح هذا الخليط، نخلطوه مليح ونضيفو قشور. شوفوا هنايا ماشي القشور، هنايا عندي الخماره. شوفوا الخماره كيفاش تفاعلت. انا درتها في هذا البول باش كي تفيض فيه. شوفوا مسحوا مليح هذاك الكاس، ما تخلوش الخماره تاعكم تضيع. تابعوا معايا. وعندي كاس تاع زيت، كاس تاع زيت. دوك نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. عندي كاس تاع زيت، وعندي هنا نخلطو مليح. شوفوا يعني عندي كاس تاع الماء تاع هذاك الاعشاب مغلي، وعندي كاس حليب، عندي كاس مشي معمر تاع سكر، وعندي كاس زيت. وهنا عندي ملعقه كبيره تاع قشور البرتقال. كنت ديجا كنت مجفاته. من بعد ان شاء الله ندير لكم هذه الطريقه يقعد لكم اطول مده. تاع البرتقال، قشور البرتقال وقشور الليمون مجففه.
هنا عندي حبة بيض، فصلت الصفار على البياض. هنا الصفار راح نحتاجه في الاخير، اما البياض راح نديره في العجينة تاعي. تبعوني مليح. وهذاك الصفار راح نزين به الكعك تاعي في الاخير. نخلطو هنايا مليح هذاك البياض باش ينحل لنا. تخلطو مليح بالفوي. تبعوا المراحل خياتي، راح تنجحوا فيها اكيد. وهذه الوصفه ماني سيغ بلي ما غاديش تبدلوها. نجيبو هنا الفارينه. شوفوا خياتي، انا هنا الفارينه جاتني 8 كيسان. ونعاود نقول لكم تاني كل وحده والفارينه تاعها. انا جاتني 8 كيسان، يعني باش نعطيهم لكم بمقادير مضبوطه. وهنا درت كيس خميره كيميائيه، كيس خميره الحلويات. تخلطوا مليح. هنايا بزاف اللي يغلطوا في العجائن، يقعدوا يرموا يضيفوا الفارينه ضربه واحده. لا، هنا نقول لكم ضيفوها تدريجيا، باسكو اذا العجينه تاعك يبستيها الكحك تاعك راح يجيك يابس وما تنجحلكش الوصفه. ضيفوا الفارينه بالتدريج. الفارينه لازم تضيفوها بالتدريج كيما انا راني ندير هنا. غادي نستعمل يدي باش نحس بهذيك العجينه. ملاحظه خياتي مهمه جدا، العجينه ديروها تتلاصق، ما تجيش العجينه يابسه. اذا يبستي العجينه الكحك تاعك ما راحش ينجح لك ويجيك يابس، يقعد لك نهار غدوه من داك يولي يابس. تبعوا مليح. شوفوا هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي، ما بغيتش نطول عليكم، بعد ما لميتها شوفوا كي راها تتلاصق. شوفوا انا هنا بغيت غير ندخل الفارينه، ما تعجنوهاش بزاف، يعني غير حاجه خفيفه برك. شوفوا كي راها العجينه، ها شوفوا راها تتلاصق. جامي تيبسوها. ها شوفوا تجيكم 8 كيسان تاع فارينه. وحسب تاني كل وحده والفارينه تاعها. كاين الفارينه اللي سريعه الامتصاص وكاين الفارينه اللي لا. شوفوا راها تتلاصق. نعاود نرجعها في الباسينه ونخليها تخمر مده ساعه وربع. واذا كان عندك الحمان راح تخمر لك في ساعه فقط. انا هنايا داري حاميه يعني سخونه، خمرت لي في ساعه. تغطي عليها وتخليها تخمر، يعني كل ما خمرت العجينه تاعك مليح كل ما النتيجه غادي تكون مليحه. شوفوا هنايا بعد ما خمرت لي العجينه هنا راني نهبط فيها. شوفوا كيفاش العجينه تاعي راها خفيفه. راح نقسم العجينه تاعي على 2. تابعوا مليح الطريقه. شوفوا هذوك الفقاعات هنا تعرفوا بلي العجينه تاعكم عطيتيها حقها في الراحه. شوفوا هذوك الفقاعات والعجينه تجي ملساء. شوفوا كيفاش راها شابه بزاف هذيك العجينه. شوفوا هنايا قسمتها على 2، كل كره راح نقسمها على 8. شوفوا هنايا اذا كانت تلاصق لك بزاف تقدري تضيفي رشه فارينه في البلون طرافاي تاعك. انا هنا ما ضفتش الفارينه، لكن ما تكتريش الفارينه باش ما تيبسلكش تاني العجينه. هنايا نقسموها على 2 وكل نصف نقسمه على 4 كرات. يعني العجينه قسمناها على 2 وكل قسم من العجينه ولا كل كره راح نقسموها على 8. يعني غادي تجينا 8 حبات. شوفوا انا هادوك ديجا كنت شوفوا هنايا كيفاش راه دايرت لي فقاعات. العجينه تاعي راها هايله بزاف. وهادوك ما راهمش كبار برك، هادوك راهم خامرين. شوفوا تشكلي الكرات تاعك. شوفوا الفقاعات اللي راهم دايرتهم لي هنا، تعرفي بلي العجينه تاعك راها هايله. تقسميها على 8
والكره الثانيه تاني راح تقسميها على 8. شوفي انا هادوك راهم خامرين، وديروهم كاع في قيس واحد. اذا كانت وحده كبيره ولا تقدري تنقصي منها. تخلوهم هنايا خياتي يرتاحوا مده 5 دقائق فقط. يرتاحوا غير 5 مينوت ولا 10 مينوت، 5 دقائق ولا 10 دقائق. شوفوا هذه راها كبيره، كنت زدتها في هذيك اللي كانت صغيره. تخلوهم يرتاحوا 5 دقائق ولا 10 دقائق. هادوك راهم ديجا خامرين اللي راهم ملهيه. هنا شوفوا بعد ما ارتاحوا لي، ماشي يخمروا يعني، برك يرتاحوا برك 5 دقائق 10 دقائق ولا اكثر. تفتحوها مليح، تبعوني مليح في هذه المرحله. تفتحيها بالحلال، ماشي رقيقه بزاف. شوفوا كيما انا راني نفتح فيها، ولا فتحتيها بيدك عادي. شوفوا كيفاش تشكلوا. شوفوا مليح، تبعوا مليح. تقعدي ترولي فيها وتقفليها هنا مليح. تسكريها مليح من تما باش ما تنحلكش من تكون طيب. الهدف من هذه الطريقه باش يجي الكعك تاعك يجي خفيف من الداخل. شوفوا طريقه الفتح، تفتحوه كيما هاك من الوسط وتجوا رايحين بكاع صباعكم كيما انا راني ندير، باش يجي الحربوش تاعكم متساوي. وتقعدوا تقيسوها. انا راني قصت، زدت حليتها شويه، وهذيك الفتحه اللي كنا غلقناها نديروها من التحت. شوفوا الفتحه راني درتها انا من التحت. وتجيبي السكين تاعك بالخدمي وتقطعيها عادي. تبعوا مليح الطريقه، تفتحوا من تما. شوفوا تفتحوها وتدخلوا وتسكروا عليها وتغلقوها مليح. وهنايا تسقمي الحبه تاعك. شوفوا هنايا عاودت لكم حبه ثانيه. شوفوا كيفاش ارتاحت لي العجينه. وتفتحوها مليحه. نصيحه مني، ديروا الصفار تاعكم قبل ما العجائن تاعكم يخمروا، باش كي تخمر تدخلوها ديريكتومون للفوغ. هنايا شوفوا هنا ديروا كيما تاع العاده والعوايد كيما تاع بكري. ديروا السكر. انا هنا غير من كان متواجد عندي الكاوكاو
قلت نسيي الكاوكاو ونجرب الكاوكاو انا. مي اغلبيه الحبات راني درتهم بالسكر، يعني وصفه اقتصاديه بلا عليك. اذا كان عندك الجنجلان ديري جنجلان، بلا عليكم كاوكاو. انا الكاوكاو غير من كان متواجد عندي في الدار. انا هادي قلت لكم راها قبل ما يخمروا، درت لهم الصفار ودرت لهم السكر. وزيني باللي يكون عندك في الدار، تقدري تزيني غير بالسكر. انا كما قلت لكم اغلبيه الحبات زينتهم بالسكر، وتخلوهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم، وتدخلوهم في الفوغ. دوك تشوفوا انا هنا خليتهم اختمروا شويه. دوك نوري لكم كيفاش اختمروا. هنا حبيباتي شوفوا كيفاش اختمروا وتضاعف الحجم تاعهم. هنا غادي نديرهم في الفوغ على 180 درجه ولا 190 درجه. نصيحه هنايا الكحك تاعكم ما لازمش يطيب بزاف، لو كان يطيب بزاف غادي يولي يابس. وراح نشوفوه كي طاب. شوفوا هنا خياتي بعد ما طاب لي الكحك، الريحه راها في الكوزينه، ما تامنوش عقلكم بريحه الكحك. نتمنى تجربوا هذه الوصفه خياتي وتدعوا لي معاكم. شوفوا كيفاش جا خفيف ويجي طري، يجي بنين بزاف، ويقعد لك سيمانه، يقعد سيمانه طري. شوفوا كيفاش. دوك نوري لكم حبه واحده اخرى. شوفوا كيفاش يجي حمر الله الله ويجي خفيف ريشه. هاني فتحت معاكم هاد الحبه، شوفوا يجي طري بزاف. جربوه حبيباتي وقولوا لي في لي كومونتير باللي نجح لكم. شوفوا هذه عاد راها حمراء، ما جات لا يابسه لا والو. هنا يا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش حبيباتي تدعموني بالاشتراك وتضغطوا على الجيم. دمتم في رعايه الله وحفظه حبيباتي، سلام.